نهاركم صحة وسعادة. اليوم جبت لكم وصفة كوكيز بسيط بالواي بروتين والفول السوداني، ومثل ما تشوفوا قدامكم شكلها النهائي يبين كأنه من الحلويات القديمة لجدتي. الفكرة بسيطة، قلت أجرب شيء جديد بالبروتين يكسر الروتين ويفتح لي خيارات صحية وممتعة أكثر، لكن مو دائما تطلع الأفكار مثالية، بس تبقى التجارب تعلمنا ونكتشف من خلالها شيء جديد. بدأنا الوصفة في وعاء وأضفنا الفول السوداني، سكر ستيفيا، سكوبين بروتين واي. بعدها شكلنا الخليط أقراص ورصيناه في صينية على ورق زبدة، ثم خبزناه بفرن متوسط الحرارة 4 إلى 8 دقائق حسب نوع الفرن وحرارته، والنتيجة كوكيز بروتيني طازج وبسيط. صراحة الوصفة مو مرة لذيذة لكنها مو سيئة جدا. الطعم خشن شوي وما أتوقع أعيد التجربة، لكن قلت أشاركها معاكم مثل ما طلعت وانتم لا تجربونها. وفي فيديو قادم راح أبين لكم إيش سويت فيها وكيف استفدت منها بفكرة ثانية. في أمان الله.